بقيت ساكت أكتر من الأول، صح؟ أنا عارف الإحساس ده كويس. زمان كنت بتشرح كل حاجة. ليه عملت كده؟ ليه سبت الشغل؟ ليه غيرت طريقك؟ ليه زعلان؟ وليه مشغول؟ كنت فاكر إن الناس لو فهمت ظروفك هتفهمك. لكن بعد فترة اكتشفت حاجة غريبة. مش لأنك ما عندكش كلام، لكن لأنك جربت تشرح كتير. استنزاف الشرح في الأول كنت بتحاول توضح كل حاجة، كل قرار، كل موقف، كل اختيار. كل مرة حد يسألك عملت كده ليه؟ كنت تشرح وتشرح وتشرح. لكن مع الوقت اكتشفت إن في ناس مش هتفهم مهما شرحت، وفي ناس مش مهتمة أصلا تفهم، وفي ناس سمعتك فعلا لكن مقتنعة برأيها. فتلاقي نفسك بتعيد نفس الكلام لنفس الأسئلة لنفس الأحكام، لحد ما في يوم تتعب، مش من الكلام لكن من تكرار الكلام. الناس فاكرة إنك بقيت ساكت لأنك اتغيرت، أو لأنك ما عندكش رد، أو لأنك مش عارف تقول إيه. لكن الحقيقة غالبا غير كده. لازم تعرف إن سكوتك مش ضعف، سكوتك نضج. انت بقيت تعرف ان مش كل حاجة محتاجة شرح، وان مش كل شخص لازم يقتنع بيها. طاقتك اغلى من انك تفضل تبرر كل قرار بتاخده. في فرق كبير بين انك متلاقيش كلام وبين انك تكون استهلكت كل كلامك بالفعل. اوقات كتير مشكلتك مش انك مش عارف تتكلم، مشكلتك انك ما بقاش عندك طاقة تشرح، وبقيت بتختار هدوءك عشان تحمي سلامك. الحل مش انك تقفل على نفسك، ولا انك تبطل تتكلم مع الناس. الحل إنك تعرف مين يستحق الشرح أصلا، ومين رأيه مهم فعلا في حياتك. مش لازم تشرح كل خطوة، ومش لازم تدافع عن كل قرار، ومش لازم تكسب كل نقاش. أحيانا السلام النفسي بيبدأ لما تبطل تحاول تقنع الجميع، وتكتفي إنك تكون مقتنع بنفسك. ولو كان قرارك صح، الوقت كفيل يثبت ده. ولو كان غلط، هتتعلم منه أنت. وفي الحالتين مش كل حاجة محتاجة تفسير،